ناس كتير بتفكر ان هي لما بتيجي وتقول انا غلطت، انت كان عندك حق، يبقى كده اللي قدامها هيزيد فيها. هي ما هيصدق بقى ان انت اهو شفت. وكل وقت وكل زمن هيبدأ يقول لك انت ناسي، انت ناسي لما غلطت كذا ما كنتش مصدقني وبرضه طلعت انت اللي غلطان وانا اللي صح. انت ما فيش فايدة فيك، انت شايف بترجع تاني اهو. الحقيقة اللي بيعمل كده هو بيبقى المشكلة عنده، هو مش المشكلة ان انت اعترفت. بيبقى انسان مش مظبوط، انسان غير سوي، ودي بتبقى فرصة ان انا اعرفه، فبرضه ما خسرتش حاجة. ولو هو انسان طبيعي هيقدر جدا جدا ان انت اعترفت بالاقتراف بتاعك بالخطأ بتاعك، وهيقدر ده جدا. وهيبقى يعني دي فرصة ان انتوا الاتنين تبدأوا مرحلة ظريفة جدا في حياتكم. فتعالوا كده يعني نجرب ونبدأ فعلا. لما حد يحس انه زودها في حاجة، انه استغل طيبة اللي قدامه، انه ما خدش باله ان كده يعني هو سايق فيها قوي في موضوع معين، انه مثلا اتعصب زيادة في موضوع ما كانش يستاهل كل ده، ايا كان اللي عمله، فمش عيب ابدا 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 انه ياخد باله وانه يراجع نفسه وانه يعترف بيه. ولكن بقى ونحط تحت لكن دي شرطات كتير كده وخطوط كتير، ان احنا لما نعترف بالخطأ ونعتذر عنه ما نكرروش. يعني فكرة ان انا مثلا نفس الخطأ اعمله وكل شوية اعتذر، لا، ما هو اكيد طبعا ده شيء غير مقبول. ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي بيقبل مننا تكرار الخطأ مرة واثنين وثلاثة واربعة وبيسامحنا، لان هو يعني الله سبحانه وتعالى. ولكن لما بنبقى مع البشر بيقبلوا مننا الخطأ مرة مرتين. لو حد كويس قوي قوي وصبور ورحيم جدا هيقبل المرة الثالثة، غير كده هيقولك لا يعني اوكي اعترف لنفسك بقى، لكن انا خلاص شكرا، يعني مش هقبل ده تاني. وهيبقى من حقه جدا انه ما يقبلش ده تاني. وفي الوقت اللي ما يقبلش فيه ده تاني لازم احترم قوي انه ما قبلش، مش اقلب بقى ايه ده يعني انا بعتذر لك وانت برضو مش موافق، ما انا قلت لك هتغير وانت ما صدقت وانت واقلب الترابيزه خالص بقى، ويعني ابقى اسوأ من الاول. لا لا لا، بالعكس، ابقى عارف ان هو عنده حق وان هو بشر وعنده طاقة وليه قدرة للاحتمال، واحاول بقدر الامكان اسيب له المساحة دي، لعل وعسى بعد فترة يقدر يسامحني.